رمضان زمان ونكمل يا سادة يا كرام بعد أن نصلي على الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. أول مجموعة مشهورة للفنانة ليلى مراد، وهي كانت يهودية وأسلمت رحمها الله. يا موتانا وموتى المسلمين أجمعين قولوا آمين آمين. طيب، والحكاية هتمشي معانا في رمضان لغاية فين؟ مشروب قمر الدين. طيب، والمصدر. المصدر هاتش تاريخي، قصدي اتش هيستوري، وده مصدر موثوق. اسمع الحكاية وانت تحكم في النهاية. طيب اتفضل وقال موضوعا ايه عن قمر الدين. يقال انه كان مشروب من ايام الدولة الاموية، وبالضبط ايام عبد الملك بن مروان. ذهب المهنئون يهنئونه بقدوم شهر رمضان، فصفاهم مشروب حلو الطعم، فقالوا ده مشروب الخليفة، بس هنسميه ايه؟ قالوا نسميه قمر رمضان. فلم يستحسنوا الاسم، قالوا خلاص نسميه قمر الدين. انتوا متأكدين من الحكاية دي؟ لا، في برضه حكاية تانية بيقولوا انه من صنعه يسمى قمر الدين. لا يعني انتوا متأكدين ان ده تاريخ ولا حكايات بس؟ والله لو دورتوا على المصدر في النت هتلاقوا هي دي الحكايات الأشهر، ويقال إنه هاتشي تاريخي، أو إنه توليفة تاريخية أو حكايات من اللي تحكى في رمضان. على العموم قمر الدين مشروب سوري اشتهر بيه أهل دمشق عشان عندهم المشمش كتير، والمشمش الحموي أو المشمش السوري أو المشمش الدمشقي أحلى مشمش في العالم. كل سنة وانتم طيبين. ودي حكاية قمر الدين.